سكوت أتكنز واحد من أبرز نجوم الفنون القتالية والأكشن في جيله، ولد العائلة متوسطة من الجزارين من هو صغير ومهتم بالفنون القتالية، وراح ينضم لنادي الجودو مع أبوه وأخوه. أهلا بيكم في قناة أسرار وثائقية، ولو أول مرة تشوفنا ادعمنا بلايك واشتراك القناة. سكوت أتكنز اتعرض للسرقة وهو عنده 13 سنة، علشان في الوقت ده يزيد حبه للفنون القتالية بشكل أكبر، وفي نفس السنة بدأ يلعب التايكوندو. تخيلوا ان اخذ الحزام الاسود وهو في سن 19 سنة، وبعد كده راح يتعلم الكيك بوكسينج، يعني هو دلوقتي بقى خبرة في الكاراتيه والجوجيتسو. وبعد كده اصبح مدرب للكيك بوكسينج في رابطة الكاراتيه المحترفة والجمباز البهلواني والمواي تاي والووشو. ساعدته براعته في الفنون القتالية في اختياره في فيلم اندسبيوتد بلا منازع لتجسيد شخصية يوري بوايك اللي هو مقاتل السجن الحربي، واللي حقق ايرادات فاقت كل التوقعات لدرجة انهم عملوا منه 3 اجزاء. وبعد كده شارك سكوت أتكنز في افلام متنوعة زي اكسبندبلز، وعمل افلام مستقلة كتير حققت نجاح كبير، اللي متعلقة دايما باساليب فنون الدفاع عن النفس، اللي تخليه المرشح المثالي لافلام القتال اللي مليانة بالاثارة والتشويق. سكوت أتكنز قال لما كنت صغير كنت مرتبط ارتباط وثيق بافلام بروسلي والفنان جان كلود فان دام، لانهم كانوا السبب الرئيسي في اهتمامه بالفنون القتاليه. وبيقول انه كان بيتدرب دايما كتير والفترات طويله، لدرجه ان معظم الحركات اصبحت طبيعيه عنده. انطلاقه سكوت أتكنز كانت في فيلم فنون قتاليه، واللي اسند له الدور هو المخرج هونج كونج. سكوت أتكنز بعد النجاح الكبير اللي حققه في افلام الفنون القتاليه، واللي حققت افلامه ايرادات خياليه على شباك التذاكر، طلب من احد مخرجين افلام مارفل انه يسند له دور في امير الظلام اللي هو باتمان، لكن لم ينسب ليه الدور لاسباب فنيه. لكن مع كده يصبح سكوت أتكنز احد ابرز نجوم الفنون القتاليه والاكشن. بس لحد هنا اتمنى لو الفيديو عجبكم ادعموني بلايك واشتراك للقناه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.